السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. انا في حاجة كده لفتت انتباهي على فكرة عشان تبقوا عارفين. انا ما بحضرش مواضيع، والله ما بحضر مواضيع ولا بكتب سكريبت ولا بكتب ورق ولا اي حاجة. الكلام بيبقى طالع من القلب. تمام. بشوف حاجات بتلفت انتباهي فبتكلم عنها. انا كنت عند اهلي عندهم امبارح وكده، فلقيت متعلق على الباب يعني مش شوفوا بقالها سنين واول مره اخد بالي منها، اللي هي خمسة وخميسة اللي هي فيها الخرزة الزرقاء دي. تمام. هي الناس بتحطها ومش عارفة بقى منعا للحسد. تمام. ووالدتي ربنا يديها الصحة جابت لي إسدال للصلاة. هي عارفة أنا بحب الإسدال وكده والكلام ده، فجابت لي إسدال وعليه دي. الموضوع استوقفني جدا يعني. هي والدتي على فكرة بالفطرة ما تعرفش في الحاجات دي يعني، وطيبة مش في دماغها حاجة يعني. بس أنا بقول لنفسي وللناس كلها دي حرام، دي بجد أكبر حرام. الحامي هو الله والحارس هو الله. إن الواحد يحط حاجة زي دي على باب بيته أو يعلقها على حيطة أو يستبارك بيها أو الكلام الفارغ ده، ده شرك بالله سبحانه وتعالى. دي بلاشها. اللي يحطها على بابه بلاش. حط كلمة الله، حط صلي على رسول الله. لكن ان احنا نحط خمسة وخميسة وخرزة زرقاء ونلبس خرزة زرقاء والكلام ده كله، مفيش حاجة اسمها الكلام ده. في حاجة اسمها ان ربنا هو اللي بيحمي وهو اللي بيبارك وهو اللي بيراعي البني آدم. ربنا هو اللي خلقنا وبيدبر لنا حياتنا. حتى احنا ما بنعرفش ندبر، احنا بنفتكر ان احنا بنعرف نعمل كل حاجة، لكن للأسف احنا ما بنعملش أي حاجة. احنا مجرد أداة في إيد ربنا سبحانه وتعالى، بنعمل اللي هو عايزه، بنعمل اللي هو عايزه. فالبركة من عند الله سبحانه وتعالى و... وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحمي يا جماعة. تمام. دي حاجة. تاني حاجة برضو حد كان قال قدام مني وناس كتير بتقولها: النبي حرص وصاينه. استغفر الله العظيم، ده شرك بالله. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحرس وهو اللي بيصوم. النبي ما لا بيحرس ولا بيصوم ولا الكلام ده. هي في حاجة اسمها بركة سيدنا النبي. لكن ان احنا نقول كلام ما نعرفش معناه يودينا في حتت م- ربنا يزعل مننا، ربنا يغضب علينا، نشرك بالله شيء واحنا مش عارفين ان احنا بنشرك بالله. فده احنا لازم نقف عنده وما نعملوش. يعني مش نقف عنده بس ونقول ده مش في دماغنا، لا ده عادي، ده وايه يعني، ده شكل، ده منظر. يعني انا حد كان قال لي علقيها على الحيطه، والله العظيم هي شكلها حلو، هي في الشكل شكل حلو. حد قال لي علقيها على الحيطه. تمام. انا شلتها من على الاسدال، انا اللي شايلها بايدي من على الاسدال. ماشي. فقالوا لي علقيها على الحيطه. علقيها على الحيطه. يعني انا مقتنعه باشياء كده الحمد لله في دماغي، ان لا اروح لا اروح موالد ولا سيد البدوي ولا مولد مش عارفه ايه ولا ماليش انا في الكلام ده. دايما مقتنعه ان الله سبحانه وتعالى هو اللي بيحمي، هو اللي لا ما فيش حد هيضره اي شيء ربنا مش كاتبه عليه، ومش هيجيلك اي خير لو عملت اللي الا لما ربنا يكون هو اللي كاتبه لك. فلما تبقى مستسلم لله سبحانه وتعالى في كل امورك وفي كل حياتك، فتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيرزقك الصح والصواب. فالصواب اللي في دماغي ان دي غلط، دي حرام، مش غلط، حرام. فانا ما اعملش، ما احطش حاجه تبقى شرك بالله والعياذ بالله. تمام. فهو ده الموضوع اللي استوقفني يعني. ففي كانت حد يعني غالي عندي: انت بتحضري مواضيعك ازاي؟ انا قلت لها بالفطره كده، اللي بيجي في دماغي بتكلم فيه، اللي بحس انه هينفعني وينفع الناس